بخبرة الصنايعية وعمايل ايد ست البيت. تعالوا مع بعض نعمل الرقاق الناشف من الالف للياء. من الالف للياء يعني ايه؟ يعني من اول ما نشتري كيلو دقيق كده لحد ما نعمل صينية رقاق حلوة باللحمة المفرومة تشرفك وتبهرك قدام ضيوفك، قدام ولادك، قدام حبايبك. هنعمل بقى الرقاق وهقول لكم هل هنوفر من اللي احنا عملناه دوت، ولا الموضوع كده ملهوش لازمة ونشتري العبد ولا تربيته. تعالوا مع بعض نبدأ الفيديو ونشوف كده، وان شاء الله انا متاكده ان الفيديو هيعجبكم وهتخرجوا منه مستفيدين. هقول لكم كل التريكات اللي انا بقى ايه، صنايعيه خدت منهم معلومات بخبرتي انا كست بيت. خدت برضو شويه مهارات كده وشويه خبره. فتعالوا مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجه نخلت كيلو دقيق، بحيث لو فيه عفشه سوسه اقدر ان انا اسيطر على الدقيق من البدايه. الدقيق بتاعنا الحمد لله كان نضيف وزي الفل، بس لازم طبعا مرحله النخله ديت مهمه جدا. حطيت عليها معلقه صغيره من الملح، عايزه الرقاقه بتاعتي تبقى طعمه كده ويبقى فيها طعم، ما تبقاش ميعه، ما احسش ان انا باكل عجين. وبعد كده بوزع معلقه الملح على الدقيق كله وابدا انزل بالميه تدريجي. احنا في صيف طبعا، فنزلت بالميه تدريجي، ميه من الحنفيه عاديه خالص. وببدا بقى ايه، اتوه كده الميه في الدقيق لحد ما يختفي الدقيق تماما. وبعد كده على يعني بعجن في نفس الطبق او على الطبليه زي ما انا عملت كده. اودي العجينه يمين شمال. انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى ملزقه سنه كده خفيف، عشان لسه الجو طبعا حر. فالحر ده هياخد من الرطوبة بتاعت العجين، فهتديني قساوة برضو للعجين شوية. بعد 10 دقايق من العجن وسبت بقى العجينة ترتاح، هبدأ ان انا اقطع كده العجين بتاعي. انا قطعت الكيلو على 16 قطعة. طبعا تقدري بنفسك ان انتي مش تبقى اصغر من كده طبعا، لو عايزة تعمليها اكبر براحتك. جبت الصينيه دهنتها مسحه بسيطه من الزيت عشان اوفر شويه دقيق، وفي نفس الوقت ما بعككش الدنيا قدامي كده دقيق وحواليا. وسبت العجينه ترتاح. بس الاول غطيتها بفوطه نظيفه مبلوله ومعصوره كويس عشان الوش بتاعنا ما ينشفش ويشقق. بعد 10 دقايق ما العجينه استريحت، جبت رشه بقى بسيطه كده من الدقيق ورشيتها على الطبليه او على السطح اللي انا هفرد عليه. وخدت بقى زي ما انتوا شفتوا كده كرة العجين، وبدأت افرد فيها بالراحة كده باي منشابة موجودة عندك. انا عملت بالنشابة الرفيعة. لو عندك ايد مكنسة نظيفة جديدة كده بتروحي قصها نصين وتعمليها عند اي نجار يسويها لك، تبقى شكلها حلو وتقدري تفردي بيها اي نوع من المعجنات. بفرد بقى زي ما انتوا شفتوا كده. الموضوع سهل جدا. بحاول اموت الاطراف كده وافرد تدريجي. شايفين الموضوع سهل جدا جدا. هنشوف بقى كيلو الدقيق اللي احنا عملناه ده هيعمل لي قد ايه رقاق. هنشوف الوزن بنفسنا وعلى عينينا، ونشوف هل الموضوع بقى يعني موفر ولا لا. جربي وما تخافيش، يعني ادخلي المطبخ بتاعك وجربي اعجني حته عجينه، حتى لو جربتي في نص كيلو من الدقيق. يعني الموضوع ايه، خديه كده لعبه. ما تقوليش لا ده الموضوع صعب، لا ده انا هبهدل الدنيا دقيق. وبصوا رشه بسيطه كده من الدقيق، شايفين حطيناها تحت العجينه. وبدات ايه افرد فيها واحده واحده وبايديا كده. لو العجينه طلعت معايا مش مدوره بقدر ان انا اساوي وبايديا كده لحد ما العجينه بتاعتي تبقى مدوره. زي ما انتم شايفين بخلص كل الكميه بنفس الطريقه وبنفس الشكل. زي ما قلت لكم الكيلو دقيق عمل معايا 16 رقاق، او طلعوا بحجم متوسط جميل قوي على قد صينيتك. الموضوع هيبقى مفرح قوي بالنسبه لك لما تحسي ان انت شاركتي في بيتك، في مصروف بيتك. حاولتي ان انت تلحقي الميزانيه بتاعتك قبل ما تخرم. كيلو الدقيق ب20 جنيه لما يعمل لي كيلو رقاق ب40 جنيه، يبقى انا كده وفرت ضعف ثمن الرقاق. فاهماني؟ فبعد ما بخلص بقى كده شايفين ما شاء الله ما خدش معايا وقت خالص. يعني الكيلو دي ما خدش معايا نص ساعه بتسويته كمان بعجنه بكل حاجه. بلف بقى كده العجينة على النشابة، انفضها كويس جدا من الدقيق عشان الفرن بتاعنا ما يبقاش كله دقيق ويتحرق، والعجين بتاعي او الرقاق بتاعي يبقى اسود من تحت. وبعد كده بروح بقى ايه، حطاها كده على نار عالية. الشواية دي نار عالية، ومن تحت خالص الفرن ضعيف، يعني نار هادية جدا. ببدأ افرد كده واسويها، ما بتاخدش دقايق والموضوع بيبقى سهل وبسيط خالص. وبصراحة بيبقى مفرح. يعني انا الموضوع بالنسبة لي كان مفرح جدا.
شايفين ما شاء الله كده قابب وهش وخفيف وزي الفل. بخلص بقى كله كده بنفس الطريقة. لو عندك بقى بتسوي في فرن البوتاجاز، ابقي شغلي الشواية بس، والنار من تحت تبقى هادية، او ممكن ما تشغليش النار من تحت كمان. ما بيستوي خلال ثواني، ما بياخدش وقت خالص معاكي. شايفين ما شاء الله حاجة بقى زي الفل. شايفين بقى، شايفين الرقاقة عاملة ازاي ما شاء الله، منفخة كده ومقبقبة زي الفل، مقبقبة منفوخة. شايفين ما شاء الله الكيلو دي عمل لي قد ايه؟ عمل لي كيلو وربع من الرقاق، يعني بحوالي 50 جنيه. شوف بقى لو انت الكيلو دي ب20 جنيه، يبقى انت وفرت في بيتك 30 جنيه. حاجة زي الفل، وحاجة انت ضمناها بنظافة ايديكي وبعمال ايديكي، وحاجة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. مفيش ولا رقاقة طلعت وحشة والله العظيم بجد. شايفين جميل ازاي؟ يلا بقى جربي كده واعملي وشوفي الموضوع هيبقى معاكي عامل ازاي. وتعالوا نعمل بقى بشوية الرقاق الحلوين دي احلى صينية رقاق باللحمة المفرومة لأي مناسبة، مش شرط العيد. لما تعملي حاجة زي كده هتفتح نفسك بقى. ابدعي بقى، حط الحشوة زي ما انت عايزة. تعالوا مع بعض ندخل على البوتاجاز ونحط معلقتين من الزيت كده، او 3 معالق، مع حتة زبدة صغيرة تدي طعم كده حلو معايا للحشوة. نزلت ببصلتين وسط، انا فرماهم كده على ايديا، وتقدري تعمليهم في الكبه براحتك. وشوحت كده البصل، انا عايزه البصله بتاعتي تموت، يعني عايزه البصله بتاعتي تبقى شفافه ما تبقاش او تدبل. نزلت عليها بمعلقه صغيره من الملح وقلبنا كويس. انا عايزه البصله توصل للمرحله دي لون شفاف كده او دبلان. وبعد كده بنزل باللحمه المفرومه، وتقدري تعملي الحشوه بالفراخ بالخضار براحتك زي ما تحبي. قلبنا بقى كده اللحمة في البصل لحد ما لونها يتغير ويبقى لون بني. ببدأ بقى اضيف التوابل بتاعتك، ضيفي اللي يريحك. انا ضفت الاول هنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم او 3 فصوص ثوم، وورقة لورا، وشوية جوز الطيب، شوية فلفل اسود. بهاراتك براحتك، حابة تحطي بهارات تمام، مش حابة اكتفي بالملح والفلفل بس. بقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه كده. التوم بنحطه على اللحمة المفرومة او العصاج عشان لو في زنخة للحمة تضيع يعني. طبعا براحتك زي ما تحبي. بنقلب كده. وعندي بقى فلفل، عندك فلفل مثلا احمر، عندك فلفل اخضر، عندك فلفل رومي، عندك فلفل شطة، براحتك. انا غطيت بس اللحمة المفرومة كده شوية عشان اتأكد من سوى اللحمة. تمام تمام. الاضافات بقى اي خضار مثلا هتضيفيه ده يرجع لذوقك انت. ضفت هنا معلقتين كبار كده من صلصة الطماطم، انا الصلصة دي كانت عندي في التلاجة فضفتها على العصاج. تقدري تضيفي حباية طماطم من غير قلب، هتديكي برضو طعم حلو قوي للحشو. وعندي هنا قرن فلفل اصفر متقطع لمكعبات، وقرن فلفل احمر شطة حار. براحتك، لو مش بتحبي الشطة استغني عنها تمام. قلبنا كده العصاج وكده ما شاء الله بقى جاهز عندي. اهو خلاص كده بقى معايا بالشكل الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. عندي بقى هجيب صينيه الومنيوم. طبعا الفرن بتاعنا على درجه حراره عاليه مش هتاخد وقت. دهنت صينيه بالسمنه، وعندي هنا مرقه سخنتها بس مش لدرجه الغليان. وعندي بقى الرواق بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه كده مع بعض، هبدا ابله كده في الشوربه او في المرقه. انا بس ضفت على المرقه حته زبده كده او سمنه، تدي كده توريقه حلوه معايا للرقاق عشان ما يبقاش عجين كده متكربس على بعضه. في ناس تضيف للمرقه شويه بيكنج باودر، براحتك بقى زي ما تحبي، بس الموضوع مش مستحق. حته الزبده كمان هتساعد في التوريق، وهتبقى طبعا احسن من البيكنج باودر ومواد الرفع دي. بعد كده بعد ما بخلص بقى كميه الرقاق بتاعتي، بحطها على صينيه كده عشان الرقاق نفسه يتشرب المرقه كويس، ويبقى تبقى الرقاقه بتاعتي طعمه، مش مجرد ان انا ببلها واروح احطها في الصينيه على طول. لا، بسيب الرقاقه بتاعتي كده تطرى شويه. وبعد كده برص بقى الرقاق في الصينيه
بحط بقى 3 ورقات تحت و3 ورقات فوق، وبراحتك عايزه تحطي 4 تحت و4 فوق، ده برضو يرجع ليكي، بس الموضوع يبقى خفيف يبقى افضل طبعا. وبنزل بالحشوه بتاعتي في الصينيه وبوزعها كويس بالشكل ده. حط الحشوه وحط الكميه على حسب ما تفضلي. وبعد كده بنزل بالثلاث ورقات التانيين، بحطهم على وش الصينيه ووزعهم كويس كده. اي ورقه متقطعه عندي بحطها في النص، مش بتبان ولا اي حاجه. تمام تمام. ادهني بقى الصينيه بتاعتك سمنه ودخليها على الفرن، ماشي. ادهنيها بيض زي ما انا عملت برضو، براحتك زي ما تحبي. الرقاق انا ما بقطعهوش قبل ما يدخل الفرن، الجلاش بس هو اللي بيتقطع قبل ما يدخل الفرن، انما الرقاق ما بيتقطعش. الموضوع بيبقى سهل يعني، ومش بياخد كمان مجهود بعد ما بيخرج من الفرن. دهنته بقى كده بالبيض، عليه رشة ملح ورشة فلفل، ودخلت الصينية بتاعتي على فرن عالي زي ما انتم شايفين. مش هتاخد معاكي 10 دقايق ربع ساعة وتطلع معاكي كهرمان بالشكل ده زي الفل. سيبيها بقى حبها تبقى طرية قوي قوي، غطيها او ضيف عليها شوية مرق. انا بصراحة بسيبها كده بتبقى طرية من جوه ومديها سنة قرمشة كده خفيفة من بره. بقلبها بقى، شايفين ما شاء الله الوش زي الظهر، حاجة قمر مفيش بعد كده، ورد بلدي. ببدأ بقى ان انا اقطعها كده مثلثات مربعات زي ما تحبي، وقدميها لحبايبك، وما شاء الله بالهنا والشفا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى يكون يعني ضفنا معلومات جديدة بالنسبة لكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك لو اول مرة تشوفوا القناة. ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة بافكار جديدة، ومع السلامة.